طوابير أمام البنك الأهلي وبنك مصر يوم الأحد إصدار أعلى عائد بالبنوك اربطها الآن. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك أفضل استثمار. ما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. بسبب زيادة التضخم وأيضا زيادة الأسعار وذلك طبقا للتقارير البنك المركزي، وأيضا بسبب الضغوط سواء داخليا أو عالميا بسبب الأحداث الجارية، وأيضا بسبب زيادة الضغط على الجنيه المصري من العملات الأجنبية، وأيضا بسبب مطالبة البنك الدولي مراجعة صندوق النقد الدولي لصرف الدفعة الثانية والثالثة، وأيضا مطالبة صندوق النقد الدولي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأخرى، وده اللي بيأجله البنك المركزي منذ فترة، وذلك لتوفير العملات الأجنبية أولا حتى لا يتم ارتفاع الأسعار مرة أخرى مثل ما حدث عند التحرير السابق الذي أثر بالسلب وليس بالإيجاب، لأن عند التحرير يجب في توفير السيولة النقدية من العملات الأجنبية أولا بالبنك المركزي، وده لمواجهة السوق وسد الطلبات حتى لا يتم رفع أسعار العملات الأخرى في السوق الموازي، والذي بيؤثر بالسلب على أسعار السلع والخدمات. ولذلك لجأ الكثير من العملاء إلى استثمار آخر بالبنوك، والذي ينتظره كثير العملاء يوم الأحد، وذلك بسبب أذون الخزان اللي بيطرحها البنك المركزي في السوق الأولي، وده بيكون يوم الحد ويوم الخميس، والذي وصل العائد إلى أكثر من 26% قبل خصم الضريبة. تعال ناخد مثال تقريبي. عند استثمار مبلغ 100,000 جنيه في أذون الخزانة هتتحصل على كام؟ وأول فترة هي 9 شهور 100,000 جنيه هتتحصل على عائد في حدود 16,415 جنيه. أما العام 364 يوم هتتحصل في حدود 20,733 جنيه. أما في حدود ال3 شهور هتتحصل في حدود 5,946 جنيه. أما ال100,000 جنيه في ال6 شهور هتتحصل في حدود 11,390 جنيه. وانتظر مننا باقي التفاصيل القادمة، وما تنساش ان البنك المركزي اجتماع يوم 2/11 القادم، فما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مننا اسعار الفايدة الجديدة.